من حكم في ماله ما ظلم. وبما اننا في الصيف، فبعض الدول والاماكن تفرض قيودا بعينها على شواطئها وحماماتها السباحية، وهذا فيه بعض الظلم للآخرين. ما تيجي أقول لك إزاي تصيف؟ يلا بينا يلا بينا. واحد، الاختيار. لو كنت مسلم فلازم تختار البلد اللي هتصيف فيه واللي تكون متناسبة مع أفكارك وثقافتك، وإلا هتتعب وهتتعبنا معاك جدا. اتنين، الالتزام. أيا كانت البلد اللي هتختار إنك تصيف فيها، حتى لو كانت المحافظة اللي جنب منكم، فلازم يا سيدي الفاضل تلتزم بقواعد الشاطئ او المكان اللي حضرتك هتصيف فيه. حتى لو كانت القواعد دي مش عاجباك، ما حدش يضربك على ايدك، حضرتك رايح باختيارك علشان تصيف في المكان ده. تلاتة، الثقافة. التزم بالمكان اللي اخترته، سواء كان على هواك او مش على هواك، ولكن اعرف ان هواك هو دينك، هو الاسلام لو كنت مسلم، وان الاسلام ليه بعض القيود والضوابط اللي احنا هنا هنسميها الآداب، آداب الصيف والتصيف. أربعة، الخصوصية. أحد أهم الآداب دي إن كل شخص سواء حضرتك أو غيرك له خصوصية. حضرتك حر ما لم تضر، حضرتك ليك المساحة بتاعتك في كل شيء، والآخر له المساحة بتاعته في كل شيء، فياريت محدش يتعدى على مساحة التاني. خمسة، التلوث البصري. التلوث البصري المقصود بيه الرؤية اللي حراها السائح. بالله عليك بلاش تطفشه بالملايات اللي على الأرض، وطبعا حلل المحشي والكرنب والبرنجان اللي شفناها في فيلم لا تراجع ولا استسلام على سبيل الهزار، لكنها كانت جد جدا جدا. ونفس الأمر ده في التنظيف. النظافة من الإيمان قلنا قبل كده إنه مش حديث ومش قرآن ومش أي حاجة، ولكن هو قاعدة للمسلم. لو حضرتك لو لوثت مكانك بقصد أو بدون قصد، لازم تنضفه، لازم، ملاش حل تاني. مينفعش حد غيرك ينضفه حتى لو كان عامل الشاطئ نفسه، ما بالك بأجنبي. خمسة، التلوث السمعي. حضرتك طبعا المهرجانات لذيذة ولطيفة، أنا بسمع مهرجانات، لكن الكلام اللي هتسمعه إنه يكون مناسب لغيرك، يكون مناسب لطفل معدي، طفلة معدية، يكون شيء جيد. واسمع أي حاجة، اتفرج على أي حاجة، قول أي حاجة، اوعى تسب الدين. أنا عارف طبعا إنه في بعض الألفاظ ما ينفعش يتقال خالص، واحنا بنقولها عادي جدا. قشطة يعني بيس، حتى قشطة وبيس يعني ده كلام عجيب غريب لما لم نسمع به من قبل، يعني زي ما بقول لكم. فيعني في كلام عادي طبيعي، قول الكلام الطبيعي، صيب براحتك يا فندم. ستة، غض البصر. عالشط تستني رايحة فين، أغنية شهيرة لمنير الكينج، لكن يعني يا ريت ما تقولش لواحدة انت رايحة فين، ولا واحدة تقول لواحد انت رايح فين. من حق كل واحد انه يصيف ويستمتع، لكن مش من حقنا خالص ان احنا نتحرش ببعض ونغلس على بعض ونضايق بعض. مش هيكون لطيف. وطبعا ده مش بس منافي لديننا، كمان منافي لاخلاقنا ومنافي للفطرة بتاعت المسلمين، وبالذات طبعا المصريين اخواتي وحبايبي. طبعا ده ملوش اي علاقة بان اتنين يبقوا عايزين ينتموا. طبعا فيلم الشهير بتاع مرجان احمد مرجان، ولكن احنا الشعب بتاعنا رافض للانتم، ما بيحبش الانتم، وهو الانتمة مش لطيف. اتجوزوا وماله، بس ما تنتموش. سبعة، الالتزام. في معايير معينة للمسلم عشان يصيف. المعايير دي ملهاش علاقة بانه يشتري الشاليه بتاعه، او انه يروح شاطئ كله رجالة بس، او تروح شاطئ كله ستات بس، ولكن في حد ادنى من الانضباط او من الاداب لازم نطبقها. منها مثلا اللبس، انه في عورة معينة مينفعش تبان. وعلى فكرة المايو الشرعي فاتش، او يعني مش حقيقي، هو نصبايا، انتوا عارفين طبعا. مفيش حاجة اسمها لبس شرعي ولبس مش شرعي، مفيش حاجة اسمها انسان شرعي وانسان عرفي، مفيش. الكلام ده كلام فارغ. طبعا العورة بالنسبة للراجل احنا عارفين من السرة لغاية الركبتين، وبالنسبة للست كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. صيف ممتع للجميع،
سواء جوه مصر او بره مصر. كل واحد على قد امواله مش فلوس. تعرف في فرق بين الاموال والفلوس. ايه الاموال؟ مليون 2 مليون، انما الفلوس مليم 2 مليم. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.